الابواب بتتقفل في حياتك انت بتفكر ان كده خلاص، ان كل حاجة راحت منك، وان حتى الحاجات اللي من نصيبك كمان ما عادتش من نصيبك. انت بتتخيل كده، لكن اما الابواب بتبقى مقفولة بتتقفل عشان في حاجات كانت هتضرك، وحاجات وقتها مش دلوقتي، وفي ابواب تانية هتفتح انت فاكر انها مش هتفتح، لكن ربنا كاتب لك ليها ميعاد هتبقى فيه انت كويس، ميعاد هيبقى مكتوب لك فيه الحاجة اللي تناسبك في الوقت المناسب. هو ربنا ليه حكمته، ليه حكمته في التأخير، ليه حكمته في انه يقرب حد منك او يبعد حد منك، ليه حكمته في كل يوم بتمر بيه بألم، ليه حكمته في كل وجع انت بتتوجعه. ساعات بتقول هو ده مش خير، وان كل حاجة بتحصل لي وحشة، لكن ربنا بيهيئ الأسباب، يخلي كل حاجة تترتب بالشكل اللي هيبقى فيها نفع ليك. ما تخافش على اللي راح منك، ما تتضايقش على كل وجع مر عليك في حياتك، كل وجع اتوجعته في جبر جاي قصاده، كل حاجة راحت منك في حاجة أحسن منها جاية، كل ألم مر عليك في ليلة كنت نايم بالليل في عوض والله ما تتخيلوش. اللي قادر يقفل 100 باب قدامك قادر يفتح لك مليون باب جنة، مليون باب سعادة، مليون باب رحمة. بس انت يبقى عندك يقين ان رزقك هو جاي لك، انت عليك ان انت بتسعى. تزعل شوية مش مشكلة، تتضايق شوية مفيش مانع، تتوجع كلنا بنتوجع، بس العوض والجبر والخير جاي. وده مش كلامي، ده كلام ربنا. انا عايزك تطمن اما اللي تلاقي الابواب مقفولة قدامك اتأكد ان في ابواب كتيرة هتتفتح ومفتوحة وانت ما انت شايفها. كل ما في الامر ان ربنا بيدبر الامر، وتدبيره على طول احسن مني ومنك. انا عايزك ما تقلقش وتطمن، اللي جاي كله جبر وعوض.